أفراد المنتخب الوطني المغربي إلى داخل القصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، حيث سيحظى هؤلاء الأبطال باستقبال رسمي من قبل صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية محمد السادس. استقبال من أجل تحية وتقدير هؤلاء الأبطال على الإنجاز الذي تحقق في دولة قطر في حدث كأس العالم فيفا قطر 2022. كما أشرنا هذا المساء ضمن هذه التغطية أن أمهات اللاعبات حاضرات في هذا الاستقبال الرسمي بعد أن أصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على حضورهن مع لاعبي المنتخب الوطني في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية لكرة القدم المغربية التي بلغت الأوج في مونديال قطر بالتأهل إلى منعطف الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع على المستوى العالمي في حدث تاريخي واستثنائي أقيم في ضيافة دولة قطر للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. إنجاز خول لمنتخبنا الوطني الارتقاء في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات الوطنية إلى المركز 11، وهو بالمناسبة ليس أفضل تصنيف في تاريخ كرة القدم المغربية. التصنيف الأفضل كان عام 98 من القرن الماضي في أعقاب المشاركة الجيدة في حدث كأس العالم فيفا فرنسا 98. إذن هؤلاء هم اللاعبون الذين صنعوا المجد، هم الذين يستحقون أيضا لحظة الشموخ هذه داخل القصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، وفي حضور أمهات لاعبي المنتخب المغربي الضيفات على القصر الملكي خلال الحفل المقام في الوقت الحالي هناك بالرباط تكريما لعناصر الأسود. هذه الصور تصلنا في الوقت الحالي مباشرة من العاصمة الرباط، ونحن شهدنا معكم قبل ذلك وصول الطائرة المغربية التي أقلت منتخب أسود الأطلس من الدوحة إلى مطار الرباط سلا، ثم تبعنا الأجواء الاحتفالية الكبيرة حين جابت الحافلة المكشوفة مختلف شوارع العاصمة الرباط، أهم الساحات في حضور جماهيري غفير للمغاربة الذين يفتخرون بما تحقق هنا في وطني المونديال من قبل منتخب أسود الأطلس بقيادة المدرب المغربي وليد الركراكي الذي منح المغرب والمغاربة فرحة عام 2004 ضمن مجموعة أخرى من اللاعبين. وقتها كان الظهير الأيمن لمنتخب أسود الأطلس الذي تألق في الأراضي التونسية حين بلغ الدور النهائي وخسره بهدف مقابل 2 أمام منتخب تونس بقيادة راضي الجعايدي وخالد بدرة والحارس شكري الواعر، ذلك الجيل الذهبي. منتخب المغرب في ذاك التوقيت أسعد كل المغرب والمغاربة، لكن ما تحقق في دولة قطر يعد الإنجاز الأفضل والأعظم على مر تاريخ كرة القدم المغربية والعربية وكذلك الإفريقية. ونحن نتابع هذه الصور وهذه اللحظات الاستثنائية والتاريخية. أرحب بالسيد عبد القادر حجاجي الإعلامي المغربي الشهير والمعروف الذي يلتحق